في مفهوم ودي أتكلم عنه الآن متعلق بالتفاؤل، وهو أسميته توسيع معاني الفرج، توسيع معاني الفرج أو معاني الفرج الموسعة. لأن الناس يعتقدون أنه الفرج هو زوال المشكلة، لكن هذه صورة واحدة من يمكن يعني 8-9 صور من صور الفرج. كل الإنسان يتعلم أنه الفرج له صور مختلفة، هذا يجعله في أوقات الأزمات يشعر بالراحة أكثر. مثلا من صور الفرج أنه الفرج بالتخفيف. يعني شلون؟ يعني قد لا تزول المشكلة لكن تخف عليك، فأنت تلاحظ هذا، تنتبه أنه المشكلة ما ذهبت لكنها خفت، فتشعر أنه هذا أحد أنواع الفرج. رؤية الفرج بحد ذاته دافع قوي للجانب النفسي. الفرج بالعون، إنك لست وحدك، الله سبحانه وتعالى معك. رجعنا مرة أخرى للإيمان. الفرج بالتعويض، مرة أخرى الإيمان، الله سيعوضك إما في الدنيا أو في الآخرة. الفرج إن الله ينزع عليك الصبر، كما قلنا إن أصبر ما صبرك إلا بالله. ترى أنت لا تصدق علم النفس الذي يقول لك محاربو السرطان وأنت بطل وأنت قادر. لا، إنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، وهو اعتماده على الله عز وجل، والصبر ينزل إليه من الله. ومثله نزول السكينة. من أنواع الفرج إن الله سبحانه وتعالى يجعلك تنساها، يجعلك تتجاوزها، يجعلك تسلو عنها السلوان. إني وإن قلت لا أسلوه من حزن إني لأعلم أني بعده سالي. لما هذا شاعر توفي ولده وقال إني سأحزن عليه طول العمر، ثم بعد عام قال هذين البيتين: كر الجديدين لا يبقي على أحد إلا تبدل أحوالا بأحوال. فالله يقلب الليل والنهار، وأيضا يقلب مع تقليب الليل والنهار يجعل الناس ينسون. هو الذي سبحانه وتعالى يجعل للزمن خاصية وقدرة سبحانه وتعالى على أننا ننسى. أيضا من معاني الفرج بالأجر والثواب في الآخرة. شوف، هذه المعاني مهمة جدا، أن الإنسان كلها مستمدة من أصل إسلامي، وكلها أصل إسلامي، كلها مصطلحات إسلامية، وكلها حقيقية وواقعية.